بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. النهاردة بقى هنعمل كده أكل بسيط، آه، أكل بيفتح النفس جدا. تمام. أرداحي من غير لا لحمة ولا فراخ ولا كل الكلام ده، الميزانية مخربة. المهم، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل صينية بطاطس كده وشوية ملوخية ناشفة وشوية بتنجان وشوية فلفل. اول حاجة كده نزلت بمعلقة سمنة، وهقطع البصل. بحب اقطع البصل اللي هو حلقان ده كده، وحطيت كمان فصين توم. واول ما يتشوحوا كده بنزل بالطماطم، واول ما الطماطم برضو بتنزل ميتها كده وبحس ان هو كله اختلط ببعضه والخضار كله دبل مع بعض، بنزل بيه معلقة سكر، ونزلت بمكعب مرقة، وحطيت هريسة الشطة اللي انا عاملاها في البرطمان دي. وصراحة ما حطيتش فلفل اسود. تقدري في صينية البطاطس دي، وكمان قطعت فلفل، تقدري في صينية البطاطس دي تحطي بزلة، عايزة تحطي كوسة، عايزة تحطي فاصوليا، ممكن تعملي خضار كله مشكل مع بعض برضو، بتبقى بالخطوة دي حلوة جدا. هقطع بقى كده الخضار، وحطيت زي ما قلت لكم التوابل. هو كان مكعب مرقة وشوية سكر، وفي الاخر خالص هحط الملح، وهسيبهم كده يتسبكوا على النار. واول ما هيتسبكوا على النار هنزل شوية مية. هنا بقى هنعمل شوربة كدابة كده للملوخية الناشفة. انا زمان كنت بعمل الملوخية الناشفة بحبها بالطماطم، بس من ساعة لما الملوخية عموما الخضرة بقينا نعملوها خضرة كده من غير طماطم، بقيت اعمل الناشفة برضو من غير طماطم. عملت شوية شوربة كدابة كده، قطعت بصلاية وحطيت انا في هنا كنت في البطاطس وفي الملوخية هحط قطع ليا. الليا دي بتدي طعم حلو كده، كأنك طبخة الاكل بلحمة او حاجة. المهم شوحت البصل كده مع الليا، بس كنت مقطعاها مكعبات صغيرة. وبعد كده اول ما لون البصل يتغير هنزل بمكعبين مرقة، وبعد كده هنزل بالمية، وهسيب بقى المية تغلي على النار كويس، هتتحول شوربة. هنا بقى كان الخضار بتاع البطاطس نزل ميته خلاص، رحت مزوداها المية بتاعته. وبدأت هنا بقى كده قطعت البطاطس، وبعد كده بس حطيت الملح على البطاطس وهقلب كده كويس، وهزودها. عايزة تزوديها عندك شوربة، عايزة تزوديها شوربة تقدري، عايزة تزوديها مية برضو براحتك. بس هي والله بالمية كده ومكعبين المرقة وحتتين برضو اللي هي كانوا عاملين ليها طعم حلو جدا جدا جدا. المهم زودت لها بقى المية كده وهديها تقليبة كمان، وهسيبها اول 10 دقايق كده على نار عالية، وبعد كده ههدي النار عليها. بقى احلى اكل تاكليه لما تكون النار هادية كده والاكل مستوي براحته. بقى انا كنت جايبه الملوخيه الناشفه دي من العطار. يعني عموما الحاجات دي بتبقى عند العطار، فلازم تتنضف كويس. سواء عدس بقى، حتى لو هتجيبي كمون الكلام ده بيبقى متعرضه للتراب. فالمهم جبتها كده في المصفى دي، وهبتدي ان انا انضفها كده بايدي. واللي هم اتبقى دول في الاخر ما بيبقوش حلوين فبرميهم. هنا كانت معايا الشوربه بقى غلط، هنزل بالملوخيه في الشوربه. تعملي الخطوه دي مره واتنين، او ممكن تجيبي شاشه كده وت تمنخليها كويس، برضو بيبقى فيها تراب كده لازم ينزل. هقلب بقى كده الملوخيه كويس، وبعد كده اعمل لها التقليه بتاعتها. جبت بقى اخدت برضو معلقه سمنه صغيره، احنا مش عايزه اكتر في السمنه ان انا حاطه ليا وكده، ومش عايزه الحاجه تحمي بالليل على استد، يعني فاهمين. المهم كنت ضاربه كده فصين توم في الكبه، هشوحهم كويس لغايه لما اشم ريحه التوم. وبعد كده هنزل بيه معلقه هريسه شطه، وبعد كده نزلت كمان بمكعب مرقه تاني في التقليه. عملت الخطوه دي ليه؟ لان هي كانت عايزه شويه ملح. فانا صراحه ما رضيتش احط ملح، حطيت مكعب مرقه تاني. حبيت ان انا اغني يعني ايه، اغني من طعمها شويه كده، واخلي طعمها كأني يعني انت معموله بشوربه لحمه او شوربه حاجه تانية. اول بقى ما اتعملت كده نزلت بالتقليه على الملوخيه، بس كانت في الطاسه. المهم هنا بقى هنعمل شويه رز بشعريه حلوين قوي. سبت الشعريه كده تتحمر واخدت لون حلو قوي، وبعد كده هغسل الرز
وهنزل بيها. بحب اشوح الرز شويه كده على النار يسخن، وبعد كده بنزل عليه بميه ساقعه بميه سخنه على حسب المتوفر عندك. انا صراحه الاول كنت بسخن ميه سخنه، بس دلوقتي صراحه يعني مش اجباري، بس اهم حاجه ان انت تشوحي الرز شويه كده حلوين على النار. نزلت بالميه بتاعتها وظبطت بقى الملح وهسيبه بقى كده على النار. في الخطوه دي كان اخويا لسه جاي وراح قال لي اقلي لنا شويه بتنجان. البتنجان طلع وحش جدا، بيشرب الزيت، معرفش بطريقه ليه وحشه مع اني حاطه له ملح، فبرضه لقيته يعني شرب الزيت. ب... يعني المهم ايه، على شوية البتنجان دول اخدوا شوية والله، يعني ازازة الزيت. مش عارفة الزيت كمان بتاع التومين اليومين دول بقى بيطير، يعني هو احنا مش مستحملين، كمان الزيت بيطير يعني بتحسي كده ان هو الزيت هما الاكلتين دول وخلاص. قليت بقى كده البتنجان والفلفل وتبلت الفلفل. هنا بقى هعمل خلطة كده حلوة للبتنجان. هنا اللي هرست الشطة دي عليها توم وشوية كده بقدونس صغيرين وشوية ملح وشوية خل، وقلبتهم كده كويس وهنزل على البتنجان. الخلطة دي بتدي طعم حلو قوي جد، حلو قوي قوي للبتنجان. يعني هم سابوا الملوخية والبطاطس وبجد ركزوا على طبق البتنجان وطبق الفلفل. بجد الاكل ده هو اللي بيفتح النفس، لا فراخ بقى ولا لحمه، واحنا اصلا اتحرمنا من الفراخ واللحمه. ربنا يا رب يفك الكرب عنا ويرزقنا من حيث لا نعلم يا رب العالمين، ويفرجها علينا وعلى أمة محمد كلها. هنا بقى كده وصلنا نهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله في امان الله، مع السلامة.